بالنسبه لي اختراق المحادثات اه عشان يعني في ناس بيسرب لهم محادثات وناس بيسرب لهم حاجات، ولو عايز يأمن نفسه على التليفون بتاعه ازاي ممكن يعمل حاجه زي دي؟ والله ولا اختراقات مستويات. يعني في ثغرات، يعني الناس مثلا بتقول انا دوست على لينك فجهازي تليفوني اخترق او جهازي اخترق. ده ما بيحصلش. هو ده مش موجود، لا موجود. بس انا مثلا لو بتكلم في شركه مثلا صهيونيه زي بتاعه بيجاسوس على سبيل المثال، مثلا اللي عاملين اشهر فيروس بيخترق بيه التليفونات، الشركه دي بتبيع الثغره الواحده ب 3 مليون دولار. فانا لو حكومه هدفع في ثغره واحده 3 ممكن ابقى محتاج اكتر من ثغره، بس يعني مثلا لو فرضنا هدفع مثلا 3 مليون دولار عشان اشتري ثغره اخترق بيها ناس، هاجي اخترقك انت. انا اسف في اللفظ، مش تقليلا من حد والله، بس انت ايه فايدتك بالنسبه لي؟ يعني انا هتارجت مين؟ رؤساء وزراء، ناس في دوله معاديه، ناس معاديين مثلا لسياساتي على سبيل المثال، حاجات بقى بالمنظر ده اللي هانفست ان انا اخترقه بلينك. فهي موجوده بس مش هتخترق بيها. ففكره ان انا اقول هتجسس على التليفونات لا، ده ما بيحصلش بسهوله دي. طب امال ليه الموضوع منتشر؟ هي هنرجع لنفس النقطتين الاساسيتين اللي دايما بقولهم، الكراك والحاجات الغير رسميه. الكراك رقم واحد، اشهر حاجه بتخترق بيها الاجهزه. احنا عملنا احصائيه على الداتا اللي عندنا احنا في دارك انتري، عندنا 25 مليار ريكورد. عندنا ارقام اللهم بارك كتير قوي قوي قوي. يعني كنا بنعمل احصائيات على بعض الدول نشوف ايه اكتر الحاجات اللي الدول بتخترق الناس فيها بسبب ايه. في مصر رقم واحد الكراك، 97% من المخترق في مصر بالكراك، كراك سوفت وير. طيب فببساطه فكره الكراك معناها انت نزلت كراك، اعرف انت السلعه مهما حتى لو دافع فلوس انت السلعه. طيب الجزء الثاني ايه بقى؟ فكره على الموبايلات، لما نتكلم عن الموبايلات، الالعاب او الابلكيشنز اللي بتبقى غير رسميه يعني، او حتى والله بعض الحاجات الرسميه يعني احيانا بتخترق كمان يعني. وارد بس الفكره كلها انا بتكلم كهاكر. الاي بي كي اللي هو تطلعه الموبايل ابس بالظبط. أيوة. حتى كان في بتاع دوت يعني في فرقه هاكينج ايطاليه مشهوره قوي اسمهم هاكينج تيم. دول كانوا بيعملوا ادوات ما بيشتراش غير الحكومات، يعني ما بيبيعش الكلام ده لشركات ولا اشخاص، لا بيبيع للحكومات فقط. دي كان يعني فريق تجسس قوي يعني اسمه هاكينج تيم، هم نفسهم اخترقوا. وكان عندهم اشهر الناس في السايبر سكيورتي بالمناسبه يعني. فهم نفسهم اخترقوا واتسربت كل ايميلاتهم اللي بيتواصلوا فيها مع الجهات الحكوميه في كل الدول. محدش كبير على الاختراق خالص، طبعا مش حد كبير على الاختراق. بس الميزه فيها ايه بقى، او مش فضح لك، اللي وضح لك الناس دي كانت بتشتغل ازاي. قال لك ان احنا عشان نتارجت الموبايل يوزرز بنعمل ايه؟ انت في دوله عربيه ومسلم، احنا هنعمل لك موبايل ابلكيشن اسمه صلاتي، اسمه قران، اسمه هخش لك في الحته اللي انت بتحبها، وادي له اكسس على كل حاجه. طبعا. وانت كان في حد كاتب لك يقول لك ايه، برنامج القران عندي يا جماعه طالب تحديث. نزل نسخه جديده ولا ايه؟ فهي حاجه بالمنظر ده. تلاقي الابلكيشن قال حاسبه طالب اكسس على الفيديو، على الفيديو كولز بتاع الكاميرا والصوت والمايك والحاجات دي. فهي دايما مشكله وعي.